حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة فقال: من هذه؟ قالت: فلانة تذكر من صلاتها. وجاء في بعض الروايات أنها قالت: لا تنام بالليل، يعني تصلي الليل لا تنام. فقال: من هي؟ فذكرتها بوصفها، عرفت بها بوصفها وعبادتها، قالت: فلانة تذكر من صلاتها. جاء ما يفسر ذلك في بعض الروايات: لا تنام الليل، يعني أنها تحيي الليل صلاة وقياما وتهجدا. ذكرت ذلك ثناء عليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مه. وهذه الكلمة كلمة زجر، لأن هذا العمل ليس وفق الهدي الذي كان عليه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أما أنا فأصلي وأرقد، يعني لا يجعل الليل كله صلاة. قال: مه. عليكم بما تطيقون، أي من العمل. إن كان مثلا صلاة بالليل، عليكم من صلاة الليل ما تطيقون. ولينتبه هنا إلى قضية المداومة. نعم، يعني يمكن الإنسان ليلة من الليالي وقل معها أخرى، قل معها أيضا ثالثة، ربما يطيق أنه يصلي الليل كله، لكن المداومة على ذلك. وإذا أيضا استمر العمر وكبر السن وضعف البدن، فإذا أخذ الإنسان من العمل ما يطيق بحيث أنه يصلي ويجعل لجسمه حظ من الراحة ونصيب من الراحة في الليل، وتمضي الأمور متوازنة في أمر يطيقه العبد ويمضي مستمرا عليه، دون أن يكون في عمل لا تطيقه نفسه يكرهها عليه ويلزمها به. وربما مع مرور الأيام مل وسائم وترك العمل. قال: وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه، أي وإن قل العمل، يعني كون الإنسان يصلي من الليل مثلا ركعتين ويداوم عليها خير من أن يصلي مثلا ركعات كثيرة ثم يصليها ليالي ثم ينقطع عنها. نعم.